كنت بفكر في حاجة زي كل يوم عشان أقعد في شقة سلفتي وأفضل لازقلها طول اليوم. أصل انتوا ما تعرفوش اللي بشوفه في شقتها من يوم ما دخلت بيتنا. رحت وخبطت عليها وقلت لها فهمي جوزي جه من شغله ونام، ولقيتني زهقانة من القعدة لوحدي، قلت أجي أقعد معاكي شوية، بس خايفة تزهقي مني عشان كنت لسه عندك الصبح. ردت وقالت لي لا أبدا يا حبيبتي، ده انت تنوري، بالعكس والله ده أنا بفرح لما بتسألي عليا، ما انت عارفة إن محدش غيرك بيسأل عني من بعد موت أهلي. ضربت عيني على السفرة كده وقلت لها إيه ده؟ هو انت كنت بتقمعي بامية؟ قالت لي أصل فوزي بيحبها قوي وجابها معاه وهو جاي على الغدا وقال لي أطبخها له بكرة. قلت لها هو في ست دلوقتي بقت تقمع بامية وتضيع وقتها؟ ردت وقالت لي أمال أجيب مين يعملها لي؟ ما هي مش بتتباع متقمعة. قلت لها طب واللي يجيب لك مكان نضيف بيعمل كل الخضار جاهز على التسوية وحاجة كده آخر نظافة. ردت وقالت يا ريت والله بدل تضييع الوقت ده. قلت لها طب بص يا ستي، هند بنت عمي فاتحة مشروع أكل جاهز في البيت، لكن إنما إيه، كل شغلها بريمو. ردت وقالت لي خلاص تمام ونجربها. وفعلا منار بدأت تشتري من هند وعجبها شغلها على الآخر، وكانت بتعمل حسابي معاها في كل مرة. ومن هنا بدأت أحط رجلي على أول الطريق، وبقيت أجيب لمنار واحدة معرفتش تنظف لها الشقة، وواحدة تانية تجيب لها الطلبات من السوق. بقيت أساعدها بكل الطرق إنها تبقى مرتاحة ومتدلعة وما تتعبش نفسها خالص، من ناحية عشان تطمن لي أكتر وتحس إن مصدر راحتها، ومن ناحية تانية عشان ينوبني من الحب جانب برضو، ما هي زي ما بتعمل لنفسها بتعمل لي أنا كمان، هو بتجيب لي الخير كله. وفي يوم رحت لهند بنت عمي بيتها ومسكت في خناقها وقلت لها ده أنا هوديكي في 60 داهية يا هند، بقى أنت يا هند تعملي معايا أنا كده؟ ردت هند وقالت لي جرى إيه يا بسنت، داخل عليا بزعبيب أمشير كده ليه؟ قلت لها منار تعبت ووديناها المستشفى. هند ردت باستغراب وقالت طب وإيه اللي مزعلك؟ هو مش ده اللي إحنا كنا متفقين عليه؟ قلت لها لا يا حبيبتي، أنا ما اتفقتش معاكي على كده، أنا قلتلك عاوزاها ما تتحركش من مكانها وتبقى عيانة وعاجزة، والدكاترة تحتار معاها عندها إيه ولا إيه. ردت وقالت يا ست الكل، من انتي بتقولي راحت المستشفى، يعني حطت رجلها على طريق المرض بنجاح. قلت لها لا مش ده اللي حصل، ده أنا لقيت الدكتور طالع لنا من أوضة الكشف بيقول إنها حامل. هو مش انتي اللي منك لله بتقول إن اللي ياكل المواد دي بيجيله عقم، هي بقى حملت إزاي دلوقتي؟ ردت وقالت يا عيني المسكينة حملت، طب والله صعبت عليا قوي. قلت لها يا هند بلاش تجننيني، احنا متفقين يجيلها مرض وحش وترقد تبقى بين الحياة والموت، وانتي مأكدالي إنها مستحيل هتقدر تحمل. ردت وقالت لي يا بنتي افهمي، الحمل كده مش في صالحها، الطفل اللي هتجيبه للأسف هيكون معاق. فرحت وقلت لها بجد؟ طب حلو ده، يعني هتبقى تعيسة وحزينة وفلوسها مش هتنفعها بحاجة. برافو عليكي يا بنتي يا هند، بس انتي عارفة لو كلامك ما طلعش صحيح أنا هعمل فيكي إيه؟ ردت وقالت لي اصبري بس لحد ما تولد وانتي هتشوف الطفل بنفسك، بس بقولك ايه، اوعي تخليها تبطل اوردرات من عندي، لأنها لازم تستمر على الجرعات اللي برشها لها في الأكل. قلت لها بفرحة ما تقلقيش، دي كده هتحتاج لك أكتر وأكتر، لأن الدكتور قال لها لازم ترتاح عشان الحمل يثبت، وأنا هبقى معاها طول الوقت عشان أخلي بالي منها. هند قالت لي بتريقة يا سلام عليك انتي يا أم قلب حنين، بجد ما شفتش في حنيتك أبدا. وبعد ما عرفت إن منار حامل في توأم فرحت أكتر، وحسيت إنها فيش غليلي منها أكتر وأكتر. يا سلام عليك يا منار، ده انتي هتتقهري حتة قهرة، وقتها بس هقدر أرضى بحياتي وانبسط.
وفاتت شهور الحمل كلها وأنا جنب منار خطوة بخطوة. وفي يوم الولادة لقيت الاتنين ممرضات طالعين من غرفة العمليات، وكل واحدة شايلة طفل. رحت وراهم الحضانة عشان أشوف الولدين بوضوح. كنت هتجنن. إيه ده؟ دول كاملين ومفيش حاجة فيهم غريبة. رحت سألت الدكتور وقلت له: طمني يا دكتور على الطفلين، هل عندهم أي نوع من أنواع الإعاقة؟ أصل أمهم كانت خايفة عليهم قوي قبل ما تولد. رد وقال لي: لا يا فندم، الحمد لله، الطفلين زي الفل، وأنا مطمنها بنفسي قبل كده وخليتها تعمل إشاعة الفور دي مرتين. رجلي ما كانتش قادرة تشيلني، في حاجة غلط، لحد ما وقعت من طولي فجأة وما فقتش بعدها غير وأنا قاعدة على كرسي وجوزي بيحاول يفوقني. ولما فتحت عيني لقيت هند بنت عمي واقفة جنبي وبتضحك ضحكة غريبة. شدتها قربتها مني وقلت لها: شفتي يا هند اللي حصل؟ عيال منار طلعوا حلوين وكويسين، مفيش حد فيهم في أي حاجة. الظاهر إن اللي رشناه في أكل منار ما عملهاش أي حاجة، طلع كلام فاضي ومالوش أي تأثير. هند قالت لي: وطي صوتك حد يسمعك يا بنت عمي. قلت لها: أيوة صح، أنت عندك حق. سكت شوية بس بعدها قلت لها: أنت إيه اللي جابك هنا صحيح؟ قالت لي بضحك: جاية أدي لمدام منار نقطتها حلاوة الولادة، ما هي مهما كان خيرها عليا ولحم كتافي من خيرها. قلت لها: ماشي، اتمنظري براحتك، بس احنا لينا كلام تاني مع بعض لما نمشي من هنا. فجأة الممرضات دخلوا بمنار اللي كانت فاقت من البنج، وساعدتها تقعد على السرير وحطت لها الولدين جنبها. وقتها كان جوزي واخوه موجودين واتنين ممرضات وهند. لقيت هند بتقول لمنار: حمد لله على سلامتك، أنا قلت لازم أبارك لك وأقدم لك هدية حلوة قوي. بصيت لها بتريقة وقلت لها: وهي فين الهدية دي يا ترى؟ أصلي مش شايفة معاكي حاجة خالص. هند قالت: معايا هنا، ما تقلقيش في موبايلي. وراحت هند مطلعة موبايلها وشغلت تسجيل مكالمة مسجلها لي وأنا بكلمها. فجأة نظراتهم كلها اتوجهت عليا، منار وجوزها وجوزي وحتى الممرضات، كلهم كانوا مصدومين لما سمعوا صوتي وأنا بقول لك يا هند، أنا عاوزاك ترش لها مواد مسرطنة، عاوزاها ترقد ما تقومش تاني، وعيالها ينزلوا متدمرين. دي خسارة فيها كل النعم اللي عايشة فيها. عاوزة أشوف قلبها محروق واتشفى في كل لحظة أشوفها مقهورة فيها، زي ما أنا بتقهر كل ما أدخل شقتها وأشوف العز اللي عايشة فيه. دي أهلها جايبين لها الخير كله، مش إخواتي اللي محدش فيهم بيسأل عليا بعد موت أمي وأبويا. بقى الجربانة دي تبقى شقتها وعيشتها كده وأنا لأ؟ ده أنا مش بدوق النوم من ساعة ما دخلت بيتنا من كتر غيظي وقهرتي. دمريها يا هند، دمريها على قد ما تقدري. وبقولك إيه، رش عادي على الأكل كله براحتك، خلي جوزها يمرض معاها هو كمان، ده هي تاخدهم كلهم مرة واحدة. قفلت هند التسجيل وقالت: أنا كان ممكن أصرحك من البداية مدام منار بحقيقة بسمة واللي عاوزة تعمله فيكي. يشهد ربنا إنك كنت صعبانة عليا إن في حياتك واحدة زي دي، مش عشان بنت عمي هداري عليها، انت مهما كان ولية نعمتي. بس أنا خفت لو ملعوبها هتكشف تحاول تأذيكي بطريقة تانية. قلت استنى لحد ما تولدي وتشوفي ولادك قدام عينيكي كويسين عشان تتأكدي إني ما عملتش حاجة من اللي الشيطانة دي طلبتها مني، وأنا كده خلصت ذمتي قدام ربنا. أستأذن أنا بقى. لقيت منار بتبصلي بصدمة وقهر وبتقولي بضعف: أنا عمري ما توقعت إنك بالغل والسواد ده كله، ده أنا فتحتلك بيتي وأمنتك على حياتي كلها، كمان تتمني الأذى للأطفال الأبرياء اللي لسه بشافوش الدنيا. رد جوزها وقال: أنا عمري ما ارتحتلك يا بسمة، طول عمرك والسواد في عينك ناحية كل الناس، بس كنت سايب مراتي تتعامل معاكي عشان شايفها بتحبك ومتعلقة بيكي، ورغم إن حذرتها منك كتير، بس حكمة ربنا بقى إن احنا نتعلم الدرس بشكل قاسي شوية. وبص لجوزي وقال له: أنا هنقل من البيت
وهبعد أنا ومراتي. وما تزعلش مني يا أخويا، مش هعرفك طريقي، عشان الله أعلم مراتك ممكن سوادها وغلها يوصلها لحد فين. قلت لجوزي وأنا بعيط ومش مصدقة إني اتفضحت بالبساطة دي. اتكلم، انت هتفضل ساكت كده؟ دافع عن مراتك، انت مصدقهم؟ قال لي بقهر: طول عمري وأنا مستحملك ومستحمل معاملتك الجافة وحقدك وحقد قلبك على كل اللي حواليكي، بس اللي سمعته بودني دلوقتي هو القشة اللي خلاص قسمت ظهر البعير. ومن كل قلبي يا بسمة بقولك، انت طالق طالق بالتلاتة ومش عاوز أشوف وشك تاني. والحمد لله يا رب، الحمد لله إني ما خلفتش منك. طلعت من المستشفى أنا مش عارفة هروح فين ولا هعمل إيه. أنا خلاص مش هعرف أوريهم وشي تاني، ولا هيقبلوا مني عذر ولا سماح. عشت وحيدة بعد ما اتطلقت، وبعد شهور من طلاقي تعبت، ولما كشفت عرفت إني اتصبت بالسرطان، المرض اللي كنت بخطط عشان يجي لسلفتي ويهدها. ربنا ابتلاني بيه عقاباً على اللي نويته وخططت له. وفي مرة هند جت لي المستشفى وأنا باخد جرعتي وقالت لي بشماتة: شفتي حكمة ربنا؟ من غير أي تدخل ولا تخطيط من حد بقيتي راقدة مكانك مذلولة، محدش معبرك ولا سائل فيكي. قلت لها وأنا مكسورة ومقهورة: انتي ليه بتكرهيني كل الكره ده يا هند؟ عملتلك ايه لكل ده يا بنت عمي؟ ردت وقالت لي: ياه، عملتي ايه؟ ده انتي عملتي اللي محدش عمله. يا ما عايرتيني وقللتي مني قدام زمايلنا في المدرسة. فاكرة لما كنا نلعب عسكر وحرامية وتقولي لي انتي الحرامية يا هند عشان شكلك الوحش؟ فاكرة لما كنتي بتروحي تقولي لكل العيال إن أمي بتخدم في البيوت عشان تأكدنا؟ طب فاكرة لما تبلتي عليا قدام العيلة إن نعرف شباب عشان تداري عمايلك انت القذرة؟ والكبيرة بقى لما وصلتي كلام لخطيبي وأهله عني بالكذب وخليتيه سابني قبل الفرح بأسبوع، وأمي وقتها اتقهرت وتعبت، ومن بعدها المرض مسك فيها وفرقت الحياة. ده أنا لو فضلت أفكرك بعمايلك مش هنخلص. قلت لها: ياه، ده الكلام ده فات عليه سنين، أنا كنت نسيته. ردت وقالت لي: بس أنا ما نسيتش، وكنت دايما أحاسبن عليكي، واتأكدت إن دعايا عليكي كان مستجاب، بدليل إنك ما كنتيش مرتاحة في حياتك، وكنت بتموتي من الغل من سلفتك ومن أي حد أحسن منك. ولما جيتيلي عشان أعمل لها الأكل وحكيتيلي عقدتك منها، قلت أجاريكي عشان تثقي فيا وأقرب منك أكتر عشان أعرف أنتقم بطريقتي. لكن انتقام ربنا سبحانه وتعالى كان أشد، وهي ربنا كرمها بتوأم سليم معافى، وانتي اللي جالك المرض. قالت كده ومشيت وسابتني. ما بقتش فاهمة حاجة. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي بدل ما أشفي غليلي من منار وأكون أنا اللي أحسن منها، بدفع فاتورة حاجة قديمة كنت نسيتها من زمان؟ سبحان الله، يمهل ولا يهمل. قعدت مكاني أبكي بحسرة. اللي أنا عملته ده ما لقيتش أي مبرر اللي عملته غير إني إنسانة حقودة ما بتحبش تشوف حد أحسن منها، وبقت عايشة بتعذب مرتين، مرة بالمرض اللي جالي، ومرة بقلوب كل الناس اللي وجعتهم وزمانهم بيدوا عليا كل ما تيجي سيرتي. وفي النهاية ناري ما حرقتش حد غيري، وبدعي ربنا في كل لحظة إن مرضي يشفع لي عند ربنا ويغفر لي كل اللي عملته. تفتكروا ربنا هيقبل توبتي ويسامحني